يا صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده بقى اكله بتفكرني بالحبايب، على طريقه ستي الله يرحمها. هنعمل طاجن سمك كده على طريقتها. يا ريت لو بتتفرجوا على الفيديو ده ما تنسوش تدعوا لها بالرحمه وتدعوا لامواتنا جميعا. ربنا يرحمها ويرحم امواتنا جميعا يا رب. هنعمل بقى طاجن سمك بالطريقه الصعيدي، بالطريقه الصح. طاجن كده يعمر الدماغ. سمي الله بقى ونصلي على رسول الله. معايا هنا سمك بياض. انا بقى بعشق السمك البياض ده عشان سمكه نظيفه، يعني ما فيهاش شوك وما فيهاش مصارين وحاجه كده. بصوا لحمها ابيض زي الفل، حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. غسلتها بقى كده ونضفتها كويس زي ما انتوا شايفين كده. انا ما بيهمنيش الحجم بقى في البياض كبير صغير، انا بحبه. معايا بقى هنا خلطه السمك، عباره عن توم وشبت وبقدونس وكزبره وشطه وكمون وكل التوابل بتاعه السمك، ومعاها معلقه كاري. وعندي هنا كده فلفل الوان، ومعايا بصلايه متقطعه كده بالسكينه، متخرطه خشن يعني. بصوا بقى، هسمي الله كده ونصلي على رسول الله ونبتدي كده ونسمي بالرحمن. اول حاجه هعملها هشيل راس السمكه دي لان هي ملهاش لازمه، او انا ما بحبش احطها في الاكل. في ناس بتحب تمصمص راس السمكه، فدي هي حره بقى، انت وحريتك. اول حاجه كده شلت راس السمكه وقطعت السمك كده قطع. بصوا، هي الراس اصلا صغيره ما فيهاش لحم يعني، فمش مستحبه تتحط في الصينيه بصراحه. خلاص كده هجيب بقى خلطة السمك بتاعتي دي، عبارة عن توم وملح وليمون وخل وكمون وفلفل وشطة وكزب، كل توابل الملح اللي تيجي على بالك، توابل السمك اسفة اللي تيجي على بالك. هحيق بقى كده السمك بتاعي كده، ونظبط الحياء بتاعه بالخلطة بتاعتنا الحلوة دي. هتبله كده كله، بدوس كده على السمكة شوية كده، بضغط عليها عشان التوم كده والتتبيلة تدخل جوه اللحم، وتبقى السمكية كده ليها طعم، متبقاش دلعة. خلاص بقى تبلت السمك بتاعي ده كده خلاص. هركنه بقى كده على جنب شوية يتشرب من التتبيلة، عبال ما نعمل لها بقى الصلصة الخطيرة، خطيرة خطيرة بمعنى الكلمة. بصوا بقى، هنسمي الله كده ونروح على البوتاجاز. هنحط كده معلقتين زيت، وهننزل عليهم بالبصلاية. استنى بس الزيت يسخن شوية. هنزل عليهم بقى كده بالبصل متقطع خشن. احلى حاجة في صينية السمك ان البصلاية تبقى متقطعة خشن، مش مفرومة في الكبة ولا حتى مبشورة بالمبشرة. كده بتحسي بطعم البصل اكتر، يعني بتحسي البصلايه كده بتسكر الاكل اكتر. وزي ما قلنا بقى على طريقه ستي، فهعمله على طريقه ستي مظبوط. يعني هي كانت بتخرط البصل بالسكينه كده خشن. خلاص بقى كده البصلايه بتاعتي بدات تاخد معايا لون. هنزل معاها بقى بمعلقه من الثوم المهروس ده، اللي هو بقيه التتبيله بتاعت السمك، فيها كل توابل السمك. هديها بقى كده تشويحه على السريع، وهنزل عليهم بقى بالفلفل الالوان. طبعا زمان بقى ما كانش فيه، كان الفلفل الالوان ده حاجه بعيده قوي، يعني حاجه يعني مش كانتش متداوله قوي يعني، فكان بيبقى الفلفل الاخضر بس. لكن دلوقتي بما ان الفلفل الالوان موجود بقى، فيلا هنحط بقى كمان معلقتين صلصه كده من اللي احنا مفرزينها مع بعض. اول كده ما تبتدي تدبل والخضار بتاعي ده كده يا دوبك يدبل حاجه بسيطه، انا مش عايزاه يستوي 100%. هنزل بقى كده ب3 طماطميات كده مضروبين في الخلاط. هقلبهم كده بقى وهديهم الملح بتاعهم والتوابل. احط بقى التوابل بتاعتي، معلقه صغيره من كل حاجه، كمون وكزبره وشطه وتوم بودره، معلقه صغيره من كل حاجه. هنحط الملح كمان ما ننساهوش. نحط بقى كده معلقه من الملح. حطيت بقى الملح كده وهغطي عليها واسيبها تتسبك على ما نجهز السمك بتاعنا. نقلتها بقى كده على عين البوتاجاز جوه، وهنجهز السمك بقى. جبت طاسه كده حطيت فيها زيت، عشان طبعا هنقلي بقى السمك كده نص قليه. بصوا بدرت بقى السمك كده بالدقيق، شويه دقيق كده من غير اي حاجه، لان السمكيه متحيقه كده واخده حيقها تمام. هبتدي بقى كده اقلي السمك في شويه زيت كده حلوين. معليش بقى عليه النار قوي عشان ما يتحرقش، ان السمكيه دي بتبقى يعني ضعيفه جدا، فما تعليش عليها النار عشان ما تتحرقش منك. اول ما يبتدي ياخد لون كده ذهبي خفيف، بقلبه على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده. بقلبها بقى على الاربع اتجاهات، تتحمر كده من الاربع اتجاهات وتستوي. كنت خلاص بقى طلعت دور وده تاني دور،
وكمان كانت الصلصة بتاعتي اتسبكت، وبما ان في سمك فيبقى لازم يبقى فيه رز صيادية. فعملنا كده بقى، خرطنا بصلاية وحطيناها على النار كده مع معلقتين زيت عشان نعمل معاها طبق رز صيادية بقى. كده بوريكم، بصوا انا محمرة السمك من الاربع اتجاهات. خلاص بقى كده، بصوا الصلصة بتاعتنا حاجة كده ريحة وطعم بسم الله ما شاء الله. خدت بس كده معلقتين من الصلصة بتاعت السمك دي، حطيتها على البصل بتاع الرز. بصراحة بتودي الرز في حتة تانية خالص، يعني بتخلي الرز كده له طعم وريحة، مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة. جربوه وانتوا هتحكموا بنفسكم. هرص بقى كده السمك بتاعي. خلاص كل حاجة جاهزة ومستوية، يعني الصلصة بتاعتنا مستوية والخضار فيها مستوي والسمك كمان مستوي. يدوبك بس ياخد غلوة بسيطة كده على النار، وهدخله تحت الشواية 10 دقايق يتشمع كده وياخد لون. هحطها بقى في الفرن كده تحت الشواية على طول، مش هفتح من تحت. بصوا بقى الحلاوة والطعم، شايفين بقى؟ والريحة مش عايزة اقول لكم حاجة كده خطيرة. الرز طبعا كان استوى كمان معايا. بصي اول ما تطفي على الرز ويستوي منك لازم تهوي الغطا كده، ما ينفعش تكمريه وتسيبيه مكمور، لان البخار بتاع الرز بيبقى بيسقط كده على الرز، بيبوشه معاكي ويعجنه، فبتهوي الحله معاكي كده. خلاص بقى كده خلصنا طاجن السمك بتاعنا ده على الطريقه الصعيدي، وخلصنا الرز، وعملت كمان طبق سلطه كده خضره. هنغرف بقى الاكل بتاعنا. انا بصراحه ربنا يعني انا حابه يكون شكل الاكل كده، فما غرفتش السمك في طبق ولا حاجه، انا قدمته زي ما هو كده في الصينيه. بصوا بقى، حاجه تفتح النفس، طعم وريحه مش عايزه اقول لكم. وكمان بتفكرني بالحبايب، الله يرحمهم ويرحم امواتنا جميعا يا رب. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو يا ريت لايك وشير واشتراك في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والعيله تكبر بيكم. انا عايزه القناه تكبر معاكم يا جماعه. هسيبكم بقى كده شويه مع الحلويات دي. دمتم في حفظ الله.